السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. حمدي ووفاء شكلهم كده ما عندهمش محتوى يقدموه، شكلهم كده يعني شكلهم كده بيقهرونا، بيتعبوا قلبنا. نزلوا لنا فيديو 25 دقيقة وشلنا التليفونات من الولاد وشلنا الايفون وقلنا لهم لكوا الزراير، وجايبين الولاد بيعيطوا. فقلت اخش بقى يعني ايه الصبح كده الواحد صاحي من النوم كده يروق دماغه. لقيت الفيديو بادئ بمصيف وبالمصيف اللي هم كانوا فيه. يعني غالبا هم صوروا كل لحظة في المصيف، يعني غالبا حمدي ووفاء متعودين يعني يصوروا كل حاجة وبعد كده يظهروا، يعني يطلعوها حاجة حاجة مصيف. وحتى بطن وفاء مش باينة، غالبا كانت في بداية الحمل أو ما كانتش تعرف انها حامل، الله أعلم. ونزلوا البحر وركبوا مش عارف الكنبة اللي بتجري في البحر، وبعد كده راحوا سباق سيارات، وبعد كده لهم التليفونات اتسحبت منكم عشان اخر خلاص انتوا داخلين على المدارس بقى لها شهر شغالة في تركيا، يعني بدء العام الدراسي في تركيا في اول 9. ف فيديوهات قديمة، باينة انها فيديوهات قديمة. مش حابين انك انت مش بتقدم جديد يا حمدي، ده شيء مش حلو ومش مش الحاجة اللي احنا متوقعينها منك. احنا بنحبكوا، عايزين روتينات، عايزين جري، عايزين ضحك، عايزين هزار. لكن حاجات قديمة يعني مش حلو. 25 دقيقة يعني حرام عليك الباقة 25 دقيقة ان انا اتفرج وفي الاخر تطلع حاجة يعني مش حلوة. ليك افكار حلوه يا حمدي، نوع في افكارك وفي محتواك، وان شاء الله باذن الله نشوفكم دايما بخير وعلى خير. اخيرا ظهور محمود وسحر ظهروا في فيديو. كان محمد وآلاء رايحين يعملوا الأشعة بتاعتها، ربنا يشفيها يا رب العالمين، فكانوا واخدين تالية منها. ومحمود قال أنا اقتنعت بفكرة الفيديو بس عشان خاطر تالية. فكان واضح ان محمود وسحر مش عايزين يصوروا، مش عايزين يعملوا اي حاجة. خلاص هم ممكن تكون في حالة نفسية يا جماعة مش كويسة لمحمود وسحر، الله اعلم عندهم ايه. ولكن هم بقالهم فترة مش حابين الظهور خالص من قبل الحكم بتاع المحكمة، وهم مش حابين ان هم يظهروا، وده مش حلو يا محمود. حتى لو انت فتحت مشروع او اكيد فاتح مشروع، او اكيد لو في عندك مكسب او عندك فلوس في البنك ما شاء الله، يعني بتطلع لك حاجة كل شهر بتطلع لك كده. ولكن الشغل عبادة، يعني العمل عبادة. انت لما تشتغل وتجد وتبقى كويس هتبقى حاجة تانية، يعني هتوصل لمرحلة كويسة. مش حلو ان انت تبقى قاعد وما تشتغلش، لا اشتغل واعلى. وانتوا يعني بسم الله ما شاء الله مهما تغيبوا انتوا ليكوا يعني صيت، وليكوا الناس بتحبكوا واحنا بنحبكوا جدا. نتمنى ان انتوا ترجعوا على خير ونشوفكم دايما على خير. بعد كده هنروح لنيرة وابو زياد. ابو زياد عمل فيديو امبارح قطع قلبي بيه. قال ان هو دخل للايف لنيرة، ونيرة اتاخدت، يعني حتى هو واخد سكرينات، اتاخدت كده لما شافت تعليق ابوها طول الوقت بيقول لها يا نونو انا بحبك، يا نونو انا بحب اخواتك، انا وحشتكم، انا عارف ان انا وحشكم. البنت طبعا انا ما شفتش اللايف، ولكن بيقول ان نيرة اتاخدت في الكلام، سكتت كده سنة عمل ما قرت التعليق، وبعد كده كملت ما ردتش على ابوها. وده شيء مش كويس، ده شيء مش كويس. انا معايا ناس كتير دخلوا قالوا له من اللي انت عملته. يعني لو هتخش على الفيديو بتاعه هتلاقوا ناس كتير بتعلق وبتقول له من اللي انت عملته، انت ما عملتش شوية. انت اتكلمت باسلوب وحش، انت اتعاملت شتمت اهل امها، هنتهم، عملت خليت سويت، كل ده انت عملته. فمتوقع ازاي ان هم يعملوك؟ انا ماشي معاكم في الحاجة اللي زي ديت، ولكن ده اب يا جماعة ممكن يكون اتكلم وطلع اللي عنده وقال اللي في قلبه ده من باب ان هو مش عارف يشوف عياله، فهو ترجم
الموضوع ده بالنضغاظ والغيظة دي خلته ان هو يعني يتكلم بالطريقة دي ويتعامل بالطريقة دي مع انه المفروض غلط. ولكن نيرة انا مش عارفة، هو بيقول انا اعذرها ان هم مسيطرين عليها. ولكن يا نيرة يعني حاولي، انت كبيرة حبيبتي، حاولي ان انت لما يحصل حاجة زي كده، مش هيحصل لما تقولي له ازيك يا بابا، عامل ايه يا بابا، مش هتخسري حاجة يا نيرة. ده ابوك يا حبيبتي، هتتحاسبي عليه. حتى لو هو غلط سيبيه يغلط، ربنا هو اللي هيحاسبه مش احنا اللي هنحاسب ابهاتنا يا نيرة. انت كبيرة والمفروض ان انت تلمي اخواتك، والمفروض ان انت يعني حتى لو بابا غلط انت تبقي الاحسن، وتحاولي بقدر الامكان ان الموضوع ده يعدي، ربنا يحلها لهم يا رب العالمين ويسترها معاهم وتعدي يا رب، يا رب تعدي ان شاء الله باذن الله. واشوفكم على خير ان شاء الله. يلا سلام عليكم.